إنك تحب شخص وعايزه يبقى ليك لوحدك، هو ده حب التملك من تيس ليوسينيل. بيحبها حب هوسي مش طبيعي، لدرجة إنه أمر بإعدام ابن الدك عشان طلبها للجواز، لأن يوسينيل تخصه هو وبس. قصتنا بتبدأ عن البطلة اللي بيحاول يخلص عليها المجرم، وحالتها كانت صعبة جدا، وبتكون معاها أمها كانت منهارة وخايفة لا يجرالها حاجة، بس هي في النهاية معاشتش. وفجأة صحيت يوسينيل، وفي الآخر طلع حلم، الحلم اللي بقى زي الكابوس كل ليلة بالنسبة لها. ولما صحيت طلعت موجودة في العربية مع عيلتها، أبوها الماركيز ميلين وأمها سيل وأختها جانيل، وكانوا راجعين إلى العاصمة بعد 14 سنة. يوسينيل دلوقتي عندها 20 سنة. لما فاقت من الظروف اللي كانت فيها، صحيت لقت نفسها في عالم مختلف، رغم انه متطور بالنسبة لناس كتير، لكن هي شايفة انه عالم غريب بالنسبة لها لانها ما قرأتش عن الروايات. المكان اللي اتولدت فيه يوسينيل هو دقية هارتلاند، هو واحد من المساهمين للإمبراطورية الشمالية. ولما وصلوا، أختها جانيل كانت منبهرة بالمكان جدا، كأنها أول مرة تشوف حاجة جديدة، ده طبعا لأنها اتولدت بعد ما تم نفيهم إلى برلين. يوسينيل حاسة بالذنب وبتعتذر لأهلها لأنه بسببها تم نفيهم إلى برلين، لكن أهلها قربوا منها وحضنوها وبيقولوا لها إنها ما تلومش نفسها وإنها ما تقولش كلام زي ده تاني. في الأول يوسينين ما تأقلمتش في العالم ده لأنه كان غريب بالنسبة لها، لكن واحدة واحدة اتأقلمت على المكان. في يوم جت قالت لأهلها إنها عايزة تروح معهد كونسيوم تدرس هناك، وهو مكان عن دراسة أبحاث السحر، مفكرة إنها ممكن تلاقي مفتاح للعودة إلى عالمها الأصلي. وفعلا قدمت للمعهد، والغريب بقى إنهم قبلوها على طول من غير ما يكون فيه اختبار، زي ما يكون مستنيينها تيجي. وفي يوم وهم واقفين في وسط المعهد، بتيجي واحدة من الطلاب اسمها ليلى، اتريقت عليها وعلى أهلها عشان تم نفيهم خلال عهد الإمبراطور. وبتيجي واحدة تانية من الطلاب وبتطلب منها إنها تحاسب على كلامها لأنه سبب رجوعهم هو ولي العهد، واللي كان صديق طفولتها واللي صعد على العرش. وفجأة ظهر من وراهم وهم بيتكلموا الإمبراطور تيس. طبعا ليلى خافت لما شافته وطلب تتعاقب لأنها ما احترمتش أوامره ولا قواعده. يوسينيل مصدومة لما شافته لأنه من المفترض إن ده كان صديق طفولتها وإنه صعد على العرش، وبتقول في نفسها يا ترى ده مين. يوسينيل بترجع للذاكرة وهي كان عندها 6 سنين وهي بتقرأ الكتب، لكن بلا فايدة لأنها ما قدرش تعرف إزاي بتنقل شخص إلى عالم تاني. وجي زميلها تيس اللي بيطلب منها الجواز باستمرار عشان تفضل معاه على طول، وهي بتقوله إنه مش من نوعها المفضل، وسألها على نوعها بيكون ايه. يوسينيل عرف التيس بشخصيته الضعيفة العيوطة اللي بيعيط على اي حاجة، وكان عامل زي الظل ليها مش بيسيبها ابدا، وده اللي خلاها ما تتصلش بيه الا 14 سنة اللي فاتت. وبنرجع تاني وبيجي مدير المعهد عشان يخلي الامبراطور يسامح ليلى وانها مش هتعمل كده تاني، بس هو رفض انه يسامحها. يوسينيل طبعا مصدومة وبتبص على تيس وبتقول في نفسها هو شكل تيس، لكن ممكن الشخصية تتغير كده. يوسينيل مصدومة وبتبص على تيس وبتقول في نفسها هو نفس شكل تيس، لكن ممكن الشخصية تتغير كده في 14 سنة، غير ان لون عينيه وشعره متغيرين، حتى ان مفيش حد بيعارض على قراراته. وفجأة يوسينيل اتدخلت في الكلام وطلبت من الامبراطور انه يسامحها. يوسينيل مركزة معاه ومستنية رده، وبتقول في نفسها هو لو تيس فعلا مش هيرفض لها طلب. قال لها عشان خاطرك انا هخليهم يحبسوها بس مش هيخلصوا عليها. استغل الفرصة وطلب منها انها تفرجوا على المعهد، وهي وافقت طبعا. الغريب وهم ماشيين تيس ما نطقش بأي كلمة، وهي بتقول في نفسها انه شكله اتغير كده ازاي، ممكن يكون غيره بالسحر لانه مفيش اي صبغة ولا عدسات لاصقة في العالم ده. يا ترى ايه نوع السحر اللي غيره بالشكل ده؟ وهي بتكلم في نفسها جه من وراها وقرب منها ونادى باسمها، وكان حاسس بالذنب لانه اتأخر انه جالها. يوسينيل كان عندها اسئلة كتير لتيس، انه ليه تم نفيها هي وعيلتها السنين دي كلها، وانه ما بعتش ولا رسالة حتى ليها مع انهم كانوا اصدقاء جدا. بس لما شافته كده صعب عليها وافتكرت تيس الطفل وطفولتها معاه، وبتسأله على تغيير شكله ولون شعره وعينيه، يا ترى غيرهم ازاي وايه نوع السحر اللي استخدمه. قال لها انه دلوقتي بقى نوعها المفضل لانها هي اللي قالت كده في الماضي، وقال لها انها بتاعته وملكه وانه مفيش داعي ان هما يكونوا بعاد عن بعض، وخصوصا بعد ما اصبح الامبراطور. يوسينيل لما كانت طفلة كانت ملقبة بشخصيتها الغريبة والمخيفة واللي مش بتعيط ابدا، اما تيس كان معروف بالطفل المبكي العيوطة
اللي بينجرح من أي حاجة. أبوه كان خايف عليه عشان ما عندوش أصدقاء، عشان كده عمل اجتماع للأطفال عشان يبقى ليه أصدقاء. وقتها شاف تيس يوسينيل وحبها جدا، وكان بيرتاح لما بيشوفها، وكان مش بيسيبها ولا لحظة. وقتها طلب منها الجواز، وهي قالت له إنهم لسه صغيرين وإنهم ما ينفعش يتجوزوا غير لما يكونوا عمره 20 سنة أو أكتر. يوسينيل مصدومة لأنها مش مصدقة إنه كلامها وهم صغيرين معاه أثر فيه كده إنه يغير في شكله. وفجأة قرب منها وبيسألها هي بتحس بإيه لما بيكون جنبها. اتضايقت منه وبعدته عنها وسألته عن شكله غيره ازاي. قالها انه غير شكله عشان يعجبها، وانها لو عايزة تعرف ازاي غير شكله طلب منها انها تتجوزه وهيقول لها. اتضايقت منه جدا وقررت انها تمشي وتروح البيت. هو طبعا لاحظ انه زودها معاها، فحاول يكون لطيف وقدم ليها هدية. حاول يغريها، قالها ان الهدية هي تصريح المكتبة الملكية عن السحر. بما انها بتحب القراءة وافقت طبعا عشان فضولها عن السحر، وقال لها انه هيستناها في القصر. وبعدها اختفى من قدامها باستخدام السحر. بتتفاجئ يوسينيل من السحر اللي هو استخدمه، وبتقول انه اعلى مستوى السحر. وبعدها راحت يوسينيل للمعهد، وبتكون بتتدرب مع زميلها ايسيل، وسألته عن تيس انه ملاحظش اي تغيير فيه. قالها انه بالنسبة له متغيرش لسه زي ما هو. والغريبة بقى انها سألت نفس السؤال للكل، كلهم ردوهم نفس الإجابة، محدش يعرف عن تغيير شكله حاجة. تاني يوم راحت يوسينيل للقصر، وبيكون تيس مستنيها. وقتها سمعت يوسينيل إشاعة عن البنت اللي تم نفيها هي وعيلتها بعد ما تم استدعاءها من الإمبراطور، وسألها عن اللون اللي بتحبه إيه وعن الشخص المثالي بالنسبة لها. هي قالت له إنها بتحب اللون الأسود. رد الإمبراطور وقال إن ابنه تيس مفيش على لسانه غير اسمها، عشان كده طلب إنه يتم نفيها هي وأهلها إلى برلين، وده أقصى عقاب ليها ولعيلتها. وبنرجع تاني وبتدخل ياسمين للمكتبة، المكان اللي بترتاح فيه وفيه كل الكتب اللي بتحبها. فجأة ظهر شخص من القصر وسألها عن اسمها وبتعمل ايه هنا. قالت له ان اسمها يوسينيل. طبعا عرفها وقال لها ان الامبراطور مستنيها، وانه من ساعة ما صعد على العرش جمع كل الكتب اللي بتحبها لما كانت صغيرة، وقال لها على المكان الكتب الذهبية وسابها ومشي. وقتها بتفكر يوسينيل وبتقول ان تيس مش ناسيها ابدا، بس ساب عيلتها الى برلين لمدة سنة بعد ما صعد على العرش. هي مش كارهة العيشة هناك، بس التلج مسحش من برلين لمدة سنة كاملة، وان عيلتها ما تستحقش المعاملة دي. وفجأة وهي بتقرأ الكتب جه تيس، وهي بتسأله ليه ما بيسيبهاش لوحدها شوية. قال لها انه بيحبها وانه مش قادر يبعد عنها، وبتسأله عن شكله وليه ما حدش بيتكلم عنه. بيفرح تيس جدا لانها مستمرة في الاسئلة عنه، وقرب منها لكنها زقته وفضلت بصة في عينيه لانه شكله بقى عسل قوي. وبتسأله عن تغيير شكله، قال لها انه مبسوط انه لفت انتباهها وان ده يستحق التمن اللي دفعه. قالت له ايه هو التمن ده؟ قال لها انه عمل اتفاقية مع القصر الامبراطوري، قام بالتزامن نفسه مع القصر حتى يتمكن من مراقبة اي شخص داخل القلعة. المنطقة كلها بقت ملكه، وانه لو حد دخل الى القلعة ممكن يتلاعب بذاكرته. قالت له اشمعنى هي ان هي الوحيدة اللي لسه ذاكرتها موجودة؟ قال لها عشان هي نصف جان، الكائنات مثل الجان او الجينات مقاومة لقدرات العائلة المالكة. قالت له المفروض انه يخاف منها لانها ممكن تقول على السر ده، وانه بيعمل خدعة كبيرة. فجأة مسك ايديها وقال لها انه مستحيل تعمل فيه كده لانها على طول جنبه. يوسينيل طبعا مشاعرها متلخبطة، فقررت انها تمشي. قعدت تحايل عليها عشان ما تمشيش، مفيش فايدة. مشيت وهي بتفكر ذكريات طفولتها معاه، وانهم راحوا لدروس السحر مع بعض عند شخص يسمى الساحر الكبير، وكانوا معا مثل الشخص وظله، وبيستمر في طلبها للزواج على طول وهيحقق لها كل اللي هي عايزاه. وبتفكر برضو لما كانت بتتدرب مع تيس وجه صديقهم إيسيل، وكان غيران جدا عليها من إيسيل ومش عايزها تتكلم ولا تلعب مع حد غيره. وقتها طلع إشاعات عليها وعلى أهلها لأن تيس ولي العهد والإمبراطور القادم. كان في يوم في حفلة في القصر، وقتها تيس كان تعبان جدا، كان باين عليه التعب، وفجأة وقع على الأرض. وقتها أهل يوسينيل قرروا إنهم يروحوا البيت، ودي آخر مرة يوسينيل شافت تيس فيها. وبنرجع تاني من ذكريات يوسينيل. كانت قاعدة مع أصدقائها أورلين وإيسيل،
أورلين هي اللي تبعت يوسينيل بعد ما تم نفيها هي وعيلتها، وكانت بتبعت لها رسائل على طول. يوسينيل كانت بتلوم صديقها إيسيل لأنه لم يكلمها ولا بيبعت لها أي رسائل. أورلين كانت بتعتذر ليوسينيل بسبب اللي عملته أختها ليلى في المعهد، قالت لها إنها سامحتها عشان خاطرها. ولما يوسينيل سابتهم ومشيت في طريقها ظهرت لها الشجرة اللي زرعها والدها، وافتكرت لما كانت هي وتيس بيقعدوا هناك، وفجأة ظهر تيس. يا ترى ايه اللي هيحصل المرة الجاية؟ وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.